سلام من الله عليكم متابعي قناة فكر وتعلم الكرام في مقطع جديد. في هذا الفيديو لقد قمنا بجمع لكم مجموعة من المقاطع المذهلة ونتمنى أن تنال إعجابكم. لكن قبل البدء لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم. عارضة الأزياء هذه تعرضت عدة مرات للسقوط بسبب كعب حذائها الغريب، ولكنها سار بشكل محرج في كل مرة. بينما كانت ويندي ويليامز على الهواء مباشرة، فقدت وعيها بسبب الملابس الضيقة التي ترتديها. راقب هذا الشاب الروسي الذي قبل تحدي متابعيه بقيادة دراجته النارية، وذلك بسرعة 300 كيلومتر في الساعة بدون وضع خوذة. انظروا كيف أصبح مظهر ملامحه، يا له من سائق متهور ومجنون. يجب على من يتعامل مع الحيوانات أن يكون رحيما معهم حتى لا ينتظروا الوقت المناسب للهروب. في هذه الحالة سوف تكون العواقب وخيمة، مثلما حدث مع هذا الحصان الذي فر من صاحبه وارتطم بسيارة كانت واقفة على جانب الطريق. هذه المذيعة الرائعة كانت تقدم الأخبار، وكانت جميع الأعين متوجهة نحوها. التزحلق على الجليد صعب، لذا يمكن أن يسامح المرأة لارتكاب بعض الأخطاء على طول الطريق، وعادة ما يعني الخطأ أن تكافح من أجل التوقف أو عدم البقاء على قدميك تماما، ولا يشمل عادة بدأ مسار التزلج على حافة منحدر. ومع ذلك اتضح أن الإذلال الأبدي هو الانزلاق على منحدر تزلج على ظهرك مثل البطريق. عندما تكون المرأة هي المسيطرة والمتحكمة في المنزل. هذا المراهق المتطرف الذي كان يسرق وعاء النبات في وضح النهار وركض عندما وجد تصويرا في هذا المكان. أعتقد أنه لو ذهب في هدوء لن يعلم أحد بأمره. كانت هذه الفتاة غارقة في النوم عندما قرر صديقها أن يفعل بها مقلبا ويضع لها ثعبان مزيفا، وها هي تصرخ وتركض ولا تعلم إلى أين تذهب. لكننا نعلم جيدا ما الذي سيحدث لهذا الرجل. كانت تلك الأفعى تحاول أن تلتهم الفأر، ولكن دافع الفأر عن نفسه بشجاعة وسدد لها لكمة قوية. قرر أن يتذكر هذا الشيخ أيام الشباب، وفجأة خانه الحظ. ما هذا الشيء الغريب الذي انقض عليه فجأة؟ هل هو عنكبوت ضخم؟ على كل حال إنه مخيف. إذا كنت مكان هذه الفتاة سوف أخرج من هذا المتجر للبحث عن أقرب طبيب للعيون. هاجم أسد كاميرا مثبتة في الغابة والتي كانت تقوم بتصوير أفلام وثائقية عن الحيوانات البرية. حاول الأسد تدمير الكاميرا، وهاجم فريق العمل المسؤول عن البرنامج بشراسة. بدأ الأسد بوضع أجهزة التسجيل التابعة للكاميرا في فمه كأنه يلعب ويتسلى بالمعدات. المشهد المضحك
هو أن الأسد وقف أمام الكاميرا وكأنه يصور نفسه، حيث وضع فمه وأظهر أسنانه أثناء اقترابه من الكاميرا. عندما عاد فريق العمل لاستعادة الكاميرا والمعدات، وجدوها تالفة بسبب تصرفات الأسد العبثية. لم يعلم أحد من أين أتى هذا الضوء، لكن النظر إلى قوة هذا الانفجار في الماء. من المشكلات الشائعة والمزعجة التي يعاني منها المراسلون أثناء التصوير في الأماكن العامة تلك الحركات الصبيانية التي يقومون بها البالغون للسخرية من المراسل بأي طريقة ممكنة. وإذا كنت تعتقد أن تلك الأفعال الصبيانية والغبية والمزعجة التي يتعرض لها المراسلون تحدث من قبل الذكور فقط، فأنت مخطئ، وتلك المشاهد تثبت ذلك. وأحيانا يتعدى الأمر الحدود ليحدث ذلك. حركة خاطئة ستتطلب منه الكثير من العناء. تسبب انفجار أنبوب المياه في تحول هذا المنزل إلى مسبح. إنها سيارة متحولة حقيقية كتلك التي نراها في أفلام الكرتون. ما تراه في هذا الفيديو أمامك يعتبر من بعض المميزات القليلة من تربية الحيوانات، وخاصة الكلاب في المنزل، حيث أنها تستطيع حماية الأطفال بطريقة رائعة من أي شيء. بعد أن نزل نجم فريق يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو من حافلة الفريق، تظاهر في الصورة وكأنه يصافح المعجبين، لكن ذلك المكان لم يكن فيه أحد. ببضع سنتيمترات قليلة تمكن هذا الرجل تفادي صدام السيارة به التي كانت على وشك تدميره. تلك الحوامة كانت على وشك أن تصطدم بالشاحنة وتتسبب في حادث خطير لم يتبقى بينها وبين الشاحنة إلا بضع سنتيمترات. لم تستطع حاوية القمامة مقاومة الرياح القوية وتحركت بسرعة على طول الرصيف. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة. نراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. إذا أعجبتكم هذه النوعية من الفيديوهات أخبرونا في التعليقات. إلى اللقاء. نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.